أهلا وسهلا بكم في قناتي أفكار وبدايات جديدة. فيديو اليوم فيديو مختلف، حاولوا أنكم تكملوا للنهاية لأنه والله فيديو بجد حبيت نفيدكم به، مع أنه مش محتوى قناتي بس حبيت أني نفيدكم به. أنا طبعا محتوى قناتي فلوقات روتينات، بس يعني أكتر شيء طبخ فيها القناة، بس أنا حبيت أني نفيدكم بروتين أنا شخصيا غير حياتي، غير بشرتي، غير نظام شعري. بصراحة استفدت عليه، شعري كان جدا يتساقط لفترة، بس حبيت كملوا الفيديو للنهاية، وحبيت اني افيدكم بيه، وياريت ما تبخلوش علي بالكومنتات الحلوة واللايك والشير للفيديو، مش غيرك يستفيد. طبعا روتيني انا الاسبوعي، اول شيء طبعا الماسك هذا نستخدم فيه مرتين في الاسبوع، خلي فيه 20 دقيقة على بشرتي، ماسك خيالي استفدت عليه جدا. ملعقة قهوة طبعا، وملعقة حليب بودر، وملعقة نشا، أو ملعقة زبادي، يعني مش عارفة في غيركم يسموا فيه الرايب، بس زبادي سادة، وملعقة شاهي أخضر. طبعا تحركين كويس، تدمجيهن مع بعض، ضروري يندمجن مع بعض، وطبعا توزعيهن يا بإيدك أو فرشة على بشرتك، بشرة طبعا مغسولة بغسول ونظيفة البشرة، أهم شيء تكون نظيفة البشرة. وزعيها كامل تحت عينك، وبصراحة ماسك رهيب يا بنات، والله وعلى ما أقوله شهيد، إن الماسك أنا استفدت بيه شخصيا. ماسك ريحني بشرتي، ريحها لي بشرة نضرة. بصراحة روتيني الأسبوعي ممكن مرتين في الأسبوع، ممكن نعمل فيها سبت وخميس أو اثنين وخميس، يعني بس في الأسبوع ضروري. تمام. أول شيء جتني ضيافتي صديقتي، جت عندي صديقتي وهدرست أنا وياها، وشكرا إنك أنتي بصراحة حابة نشكرها من قناتي، إن بصراحة الضيافة أنا ما خسرت عليها أي شيء، هي جابت جميع الضيافة من عندها، وإن شاء الله ربي يعني يرزقها من أوسع أبوابها، وبصراحة غيرت لي مودي وغيرت لي مزاجي. وإن شاء الله هنكملكم الضيافة ونحكيكم شوية عن صديقتي في نهاية الفيديو، بس حابة أني نوريكم الشامبو اللي أنا استفدت عليه، شامبو والبلسم. تمام، رهيب الشامبو والبلسم، رهيب. اللي شعرتها ناشفة واللي شعرتها متساقطة، بس أكتر شيء الشامبو يساعدك يحول لك هيشان الشعر يحولها لك، لأن الشامبو فيه نسبة ترطيب عالية. وحاولي ان البلسم تعملي فيه اطراف شعرك، ما تعمليش فيه على فروة الراس، لان طبعا عارفة انك عارفة ان البلسم يسبب في تساقط الشعر، بس انا حاولك انك انت ما تحطيش ابدا، ما توضعيش ابدا على فروة الراس، دائما في اطراف الشعر. وعادي كيف ما تحبي، مرتين 3 مرات في الاسبوع، يوميا، هو يفضل يوميا يعني، بس عادي يعني كيف ما انت تحبي. بس انا استفدت عليه بصراحة، اللي فيه هيشان، الشعر الناشف المتضرر طبعا من الصبغات والميش والأشياء هذينا، أنا ننصحك به. تمام، أو يعني بصراحة تستفادي منه. هو صناعة أمريكية، حاولوا أنكم أنتوا تعرفوا أنه هو صناعة أمريكية. تاني شيء غسولي فيتشي، غسول أنا استفدت عليه للبشرة. طبعا في أنواع، في بشرة جافة، في بشرة مختلطة، في بشرة دهنية. طبعا الفيتشي الأخضر هذا للبشرة الدهنية والمختلطة، 2 في 1. وللرؤوس السوداء بصراحة نغسل بيه صباحا ومساء، رهيب يا بنات، ننصحكم به. تمام. ننصحكم به، هو حبوب البرفكتل بصراحة، بس الإصدار الأخير وليس الإصدارات اللي قبله. حاول إن كان تركزن على العبوة. أنا حاولت إني نصورها لكن وصورت لكن الشامبو يعني من قريب، ويكون إنه هو واضح عليكن. حبوب البرفكتل بصراحة يا بنات إبداع. طبعا حبتين في اليوم، ممكن تاخذيها مع الغداء أو العشاء أو تاخذيهن مع بعض. تمام، هو يعتبر مكمل غذائي، جميع الفيتامينات. طبعا البرفكتل آخر إصدار هو يخص يعني 3 في 1، يعني الشعر والأظافر والبشرة، حتشوفي نضارة في بشرتك، حيوية في شعرك، فعلا أنا أنبت لي يعني بصراحة شعر حلو جدا، ننصحكم به. العبوة فيها 60 حبة، تستخدمي حبتين في اليوم. طبعا لمدة 3 شهور، أكثر من 3 شهور متستخدميش. هو يعتبر هيفتح لك الشهية، ممكن في ناس يزيد معاه في الوزن وفي ناس لا. تمام، أنا من الناس اللي ما زادليش وزني. تمام، وننصحكم بالواقي الشمس نسبته 80%. تمام.
حلو جدا. وهذا الاستخدام الفازلين المرطب اليومي للشفاء خيالي يا بنات. طبعا والمسك الطهارة الأسود يحميك طبعا من كل شيء، ومحبب يعني حتى في الإسلام ومن السنة إنه محبب إنك أنت تستخدمين مسك الطهارة. تمام، هذين منتجاتي وحبيت، وهذين روتيني اليومي حبيت إني نفيدكم به. طبعا وهذه ضيافتي صديقتي، وكيف ما قلت لكم في أول الفيديو إني حنشكرها في نهاية الفيديو ونحكي لكم عليها. بصراحة اتصلت بيا وقالت لي ما تعبش نفسك، ما تعمليش أي شيء، بس أنا حبيت طبعا نعملها عشاء من عندي يعني. وبصراحة والله الهدرزة معها لا تمل، والوقت معها يعني عدى بسرعة. ونشكرك من قناتي على ضيافتك. طبعا الضيافة كلها جابتها من عندها، يعني جابت معها عصير وطبعا والشوكولا وكل شيء جابتها من عندها. أنا طبعا ضيفتها بس، وفعلا استمتعت معها، الوقت بسرعة ما عدى. طبعا هي والله ما حبت اني نعملها عشاء وهيك، بس انا عملت لها عشاء على السريع، وكان عشاء يعني ضيافة حلوة لها. طبعا بس الشوكولا والعصير هي اللي جابتهن معها. وشكرا لك، بصراحة الوقت معاكي ممتع جدا، وفعلا الصحبة الصالحة فعلا نعمة من فعلا والله. الصحبة الطيبة والجلسة اللي ما فيهاش نميمة وفيهاش طبعا غيبة ونميمة، يعني هذين يعني الجلسات هذين نحن ننصحوا بيهن يعني. وإن شاء الله ربي يرزقنا جميعا بالصحبة الطيبة والصالحة، والجلسة اللي ما فيهاش أي ذنوب يا رب العالمين. وجلسة ممتعة بصراحة معها، وحبيت نشارككم يومي وروتيني الأسبوعي. طبعا إن شاء الله تحبوه. لو حبيتوا طبعا نوع من أنواع الفيديوهات هذينا اكتبوا لي في التعليقات، ويا رب إن شاء الله الفيديو يعني ينتشر، وحاولوا أنكم تشاركوا لي في كل مكان. وطبعا ما تنسونيش باللايك والكومنتات الحلوة، ويا رب تحبوا الفيديو. هي صديقتي جتني يعني زيارتها فجأة يعني، وحبت تكلفني، وأنا كنت يعني قبل ما تجيني كنت شربت القهوة متاعي. وحبيت إني طبعا ما نقدرش نشرب فنجانين قهوة، عملت لها الفنجان القهوة متاعها. صحتين ألف ألف صحة وهنا على قلبك. وبصراحة يعني الزيارة أنا أسعدتني، ولي فترة ما شفتهاش، وأسعدت قلبي. إن شاء الله يا ربي دائما دائما مجتمعين على خير، ودائما ربي يجمعنا بالناس الطيبة، والناس اللي روحها حلوة، والناس اللي عندها طاقة إيجابية يعني. فعلا يعني رب يرزقنا دائما الصحبة الصالحة يا رب العالمين. طبعا عملت لها شاي خفيف وشوية نقرشات برنجز وشوكولا، وربي يديم علينا النعمة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.